النظرة الأولى لهاتف الفولد 7 تغزو العالم. نناقش وياكم أول بوستر رسمي من الشركة، ويانا أيضا النظرة الرسمية الأولى لساعات الواتش 8 ومفاجأة ساعة الواتش ألترا الجديدة. خليكم ويانا للتفاصيل، ويا هلا بكم بفيديو جديد. أنا أحمد العلي وهذه هي النشرة التقنية. إذا في البوستر الرسمي لهاتف الفولد 7 تم تسريبه للعالم، وبهذا البوستر تم تأكيد هواية من المعلومات اللي كانت ويانا سابقا على شكل شائعات وتسريبات. حنناقش موضوع البوستر بعد قليل، لكن الأهم إنه حيكون ويانا أيضا 3 أخبار جديدة ومهمة عن الزي فولد 7، فخلونا مباشرة نبلش بالمفيد. الآن بداية تم كشف الستاند الدعائي الخاص بالفولد 7، وهو من النوع اللي يتواجد بالمتاجر الرسمية الخاصة بسامسونج. وهذا البوستر بحد ذاته كشف 4 أمور عن الجهاز. الأول السوبر سليم ديزاين، تصميم الهاتف النحيف للغاية. هذا الشيء اللي لطالما تحدثنا عنه بالتسريبات على مدى الأشهر الماضية، الآن تم تصديق كل ذاك الكلام. الزي فولد 7 حيكون أنحف هاتف فولدبل بالعالم بوقت إطلاقه، مع 3.9 ملم فقط بوضع الأنفولدد. الشيء الثاني اللي نشوفه بالبوستر الهنج، المفصل حيكون أنحف وأفضل من اللي موجود على الزي فولد 6 الحالي، وهذا معناه أنه بوضع الإغلاق حيكون بشكل أكثر إحكام وأفضل من أي وقت مضى، يعني الفجوة حتكون أقل. الثالث الاسم الرسمي للهاتف حيكون الزي فولد 7 وليس الفولد ألترا أو أي شيء آخر. والشيء الرابع والأخير متعلق بالبازلز، الحواف من حول الشاشة الأمامية. ممكن الآن تبين بهذه الصورة مشابهة أو أقل بشوية من اللي موجودة على الفولد 6، علما أنه التسريبات ذكرت أنه الشركة حتقلل أكثر من الحواف من حول الشاشتين، سواء الأمامية أو الداخلية. طيب الآن إذا تسألون عن شكل الكاميرات والعدسات، فبتسريبات أخرى كشفت لنا أنه العدسات حتكون كبيرة بالبمب الخاص بها، حتى أنه البعض ممكن ينزعج بسبب سماكة العدسات، ولكن عن نفسي ما عندي أي مشكلة هنا. مع طول راح تجي منظومة الكاميرات بترقية كبيرة بوجود عدسة 200 ميجا بكسل عليها. طبعا للتوضيح، بمب الكاميرات مو غريب وسميك وسيء بالمظهر، ولكن بسبب النحافة الشديدة اللي يتمتع بها بقية جسم هاتف الفولد 7 ممكن يكون شكلها ما متناسق شوية. ومثل ما ذكرت سابقا، فترقية الكاميرات حقيقية وكبيرة، راح تاخذ العدسة الرئيسية من 50 ميجا بكسل إلى 200 ميجا بكسل. ومع ذلك فالشركة ما راح تتوقف مع الهاردوير فقط، حيتم إدخال المزيد من مميزات الذكاء الاصطناعي ال AI مباشرة على الكاميرات ضمن مفاجأة حضرها الشركة، واللي راح نعرف تفاصيلها قريبا بحدث الإطلاق. النتائج حتكون خرافية، أهمها تصوير أفضل، تقريب بصري عالي الجودة، وثبات أكثر بتصوير الفيديوهات. فبيسكلي الصور والفيديوهات حتكون أفضل بمراحل للوضع الحالي. البرو فيجوال انجن تم اطلاقه لاول مره مع الاس 24 الترا، اللي هو اداه AI قويه جدا تحسن وتعدل الصور وتاخذها الى مستوى اخر من الابداع. فالتسريبات الحاليه تقول انه مع هاتف الفولد 7 حتكون هناك نسخه محسنه من هذا المحرك القوي عليه. ولا تقلقون يا اصحاب هواتف الاس 25، لانه حسب الاخبار فبعد فتره راح توصل هذه الميزه لهواتفكم بعد اعلانها الرسمي على الفولد 7. وللتوضيح أيضا، فالشركة ذكرت رسميا أنه مع الفولد 7 فالكاميرا حتشوف الشيء اللي يظهر للمستخدم وتستجيب آنيا بناء على هذا. وهذه الميزة غير معروفة ماهيتها لحد الآن، نتوقع أن تكون فد شيء أفضل بمراحل من موضوع محرك البرو فيجوال انجن، اللي ممكن يكون شيء متعلق بالاي اي ومضمن داخليا بتطبيق الكاميرا، قريب ومشابه ممكن للجوجل لينز أو الجيميناي لايفز. هذا حيكون مفاجأة سامي الكبيرة بحالة الامباكت. فخلوني أعرف إذا كنتم متحمسين للهاتف الكبير والمدلل من سامسونج الزي فولد 7، وهل حيغير آراءكم بهواتف الفولدبل اللي تقدمها الشركة؟ ذكروا لي بالتعليقات أفكاركم وآراءكم وتجاربكم بهواتف الفولدبل من سامسونج. إذا فسامسونج كشفت للعالم الليستة الكاملة لكل المميزات الصحية القادمة على ساعة الواتش 8 كلاسيك، وكذلك نظام ال One UI 8 واتش الجديد، وحيكون ويانا أيضا الريندرز لكل ساعات الواتش 8 بضمنها إصدار جديد لساعة الواتش ألترا. خلونا نبلش مع ايفن بلاس اللي قدم صور الريندرز الكاملة لعائلة ساعات الواتش 8. بهذه الصور ننظر لساعات الواتش 8، الواتش 8 كلاسيك، وصورة مفاجئة لساعة الواتش ألترا نسخة 2025. حنتكلم عنها بعد قليل، ولكن خلونا بداية مع ساعات الواتش 8 والواتش 8 كلاسيك.
الآن ساعة الواتش 8 كلاسيك بالصور الجديدة تبين مشابهة تماما للصور المسربة السابقة للساعة واللي انباعت أونلاين على موقع الإي باي. وإذا كانت الصور السابقة غريبة شوية عن شكل الساعة، فالآن مع هذه الصور أكيد أفضل وحتتغير نظرتنا عنها. الآن مظهرها يبين لطيف ونظيف وتستحق أن تكون بالفعل ساعة من سامسونج بعام 2025. وحتى سير الساعة الباند ظهر بهذه الصور الجديدة مشابه للصور السابقة ولكن بمظهر أجمل، وهذا يأكد أنه الباند هو بالفعل من سامي وليس من ثيرد بارتي طرف ثالث. أما ساعة الواتش 8 البيسك أو العادية فشكلها لطيف هنا وتبين نحيفة وهي الأصغر بالمجموعة، مع الاحتفاظ بنفس لغة التصميم السيركل سكوير الدائر المربع اللي تتمتع به ساعات الواتش 8 كلاسيك والألترا. ونعم هذه أول مرة نشوف التغييرات بالتصميم توصل للنسخة العادية من الساعات، فممكن بعضكم راح يحبها أو لا بناء على تفضيلاتكم الشخصية. مع ذلك أنصحكم بالانتظار إلى موعد الإعلان الرسمي قبل الحكم النهائي عليها، لأنه المنتجات النهائية حتكون أفضل من كل هذه الصور اللي تشوفوها أمامكم الآن. أما عن ساعة الواتش ألترا فسامسونج تطلق عليها الواتش ألترا 2025 وليس الألترا 2، وهذا معناه أنه هذه الساعة ليست الجيل الثاني من ساعات الألترا وإنما مجرد تحسين بسيط أو شيء جديد مع خيارات ألوان جديدة. المعالج هو نفسه على هذه الساعات وحتى الهاردوير أيضا موحد هنا، ما راح يكون هناك اختلاف سوى بالألوان على حد علمي حاليا طبعا. واحد من الأمور المهمة اللي نحتاج نتوقف ونتكلم عنها هو إنك إذا خليت ساعات الواتش 8 كلاسيك والواتش ألترا بجنب بعض ممكن تلاحظ وتحس إنه الواتش 8 كلاسيك أكبر شوية من الواتش ألترا، ولكن هذا مجرد وهم لأنه حجم شاشة العرض الديسبلاي هو نفسه 1.5 إنش من نوع الأموليد. وبالنسبة للسايزات فساعة ال8 كلاسيك تجي بحجم واحد فقط اللي هو 47 ملم، بينما ساعة الواتش 8 العادية تيجي مع خيارين بالحجم ال40 وال44 ملم كالمعتاد طبعا. والآن خلونا نتكلم عن السوفت وير. سامسونج رسميا أعلنت عن الون يو اي 8 واتش بيتا واللي حيكون محمل بوظائف ومميزات صحية جديدة، بداية مع متتبع النوم البيت تايم جايدنس واللي هو جديد كليا، وهذا حيحلل نمط النوم للمستخدم ويقترح أنسب وقت للنوم حتى يخليك أفضل ما يكون باليوم التالي. الشيء الثاني هو الفاسكولار لود اللي هو مختبر صحي من سامسونج يقيس حركاتك اليومية الفيزيكال اكتيفيتي ويقدم تقارير مفصلة فيما لو كانت طريقتك بالمعيشة هيلثي أو لا. كذلك يقدم النصائح والطريقة الأمثل لتحسين لياقتك البدنية. وحتى تاخذ القياسات الصحيحة تحتاج ارتداء الساعة لمدة 3 ليالي متتالية على الأقل. ميزة جديدة أخرى تحت اسم الرننج كاوتش مدرب الركض والهرولة، واللي أيضا يفصل برنامج خاص لكل مستخدم بناء على مستوى الفتنس اللي يتمتع به. أما ميزة الأنتي أوكسيدنت إندكس باختصار ساعة سامسونج راح تتمكن أن تخبر المستخدم إلى أي درجة جسمه سليم صحيا وكيف يحارب الشيخوخة. حتستخدم هذه الميزة المتحسسات لحساب كل شيء بشكل دقيق، وكل العملية ما تتطلب أكثر من 5 ثواني، والهدف أن تخلي المستخدم على دراية باستمرار بمستوى الأنتي أوكسيدنت. للمعلومات فميزة الفاسكولار لود والأنتي أوكسيدنت إندكس حيتم إطلاقها تحت قسم المختبرات، يعني بالبداية حتكون تجريبية. وميزة البيت تايم جايدنس تحتاج 3 ليالي على الأقل لجمع المعلومات. أما ميزة الرننج كاوتش فهذه تحتاج إلى هرولة أو ركض تجريبي حتى تبلغ المستخدم وين بالضبط مكانه من التدريب. أما من ناحية اليو آي النظام فالون يو آي 8 واتش يجي مع كم التغييرات وتحسينات بالمظهر العام. أكبر تغيير هو الشكل البيضوي بعرض الإشعارات بدل الدائري الكامل، واللي ممكن هواية منكم حيشوفه شيء غريب يصير على شاشة دائرية للساعة. مع ذلك مثل ما ذكرت خلونا لا نحكم الآن على كل هذه الأمور، المشاهدة الرسمية أقرب من أي وقت مضى وبوقتها حيكون الحكم النهائي. فخلوني أعرف آراءكم عن ساعات سامسونج لهذه السنة، وهل أنتم متحمسين لنسخة الكلاسيك أو لا؟ ذكروا لي بالتعليقات آراءكم بساعات الواتش 8 من سامسونج. وخلص هذا كان كل شيء بفيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تتركون بصمتكم بلايك عملاق وفعلوا وياكم جرس التنبيهات حتى تكونون ويانا على طول أول بأول مع كل الفيديوهات الجديدة اللي ننشرها. كان وياكم أخوكم أحمد العلي، شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقي إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. سلام.